اهلا وسهلا فيكم اليوم مع الشيف نزيه ببرنامج رمضان حول العالم. ضيفي اليوم كثير مميز من فلسطين، من المطبخ الفلسطيني. خلينا نرحب بالشيف هاني. تفضل شيف هاني. مساء الخير، كيفك شيف؟ اهلا وسهلا فيك. اليوم راح نقدم لكم مسخن فلسطيني، ان شاء الله ينال اعجابكم وعلى الاصول يعني. نحن اليوم مش حنعمل بس مسخن فلسطيني، في عندنا وصفات كثير طيبه حتى تكمل سفرة رمضان. اليوم عم نلبس كفوف جماعة الخير، حتى ما تقول الشيفين ما بيلبسوا كفوف، لما بيجتمعوا اثنين شيفية وثلاثة يعني خربت الضبطة. قصة. راح نحط المي لسلق الدجاج. ورا منا بنحط الدجاج. احنا غلينا الدجاج اول غلوة، شلنا الزفر عنه، بننزل عليه اللي هو ورق الغار تقريبا 3 حبات. بننزل عليه البصل قطعتين، 5 أو 6 حبات من الهيل الحار. بننزل الماجي قطعتين، وملح كمية خفيفة لأنه زي ما حكينا لكم رح نستعمل سماق في ملوحة. بالنسبة لمية الدجاج بس يستوي الدجاج رح نطبخها مع البصل، رح نضيف على البصل، بس يستوي البصل رح نضيف عليه البهارات تبعته، وبعدين بننزل عليه مية الدجاج. بنغطيها تقريبا نص ساعة لحد ما يستوي. طبعا المسخن بيحتاج كمية زيت زيتون تكون كبيرة لأنه راح تتشرب مع الخبز. بننزل البصل، طبعا هاي كمية البصل الكبيرة تقريبا 5 خبزات. البصل بيدوب. راح نضيف عليها الكركم بعد ما البصل استوى. بنحط عليها شوية كمون، شوية بهارات مشكلة، ورشة ملح تعطيها طعم طيب. هيك بعد ما حطينا البهارات راح يبلش يتدبل. راح نضيف عليهم من مية الدجاج. شيف رح تتعب هيك، خليني اشتغل معك انا. لا نزل عليها شوية مية الدجاج لحتى تساعد الشيف. بس خلص مثل ما شايفين تعطينا نكهة كثير طيب. رح اترك الشيف هاني يعمل اليوم المسخن، وانا رح اعمل لكم شوربة الفريكي باللحم. عندنا شوربة الفريكي. شيف جاهزين؟ جاهزين. انا رح انزل شوي زيت زيتون. راح ننزل البصل، خليت بها البتون، بننزل عليهم الكركم، رشة من الكركم. انا بحب استعمل الفلفل الاسود الفريش، بيطلع هيك فيها نكهة طيبة. عليهم لحم الخروف مقطع. استوي عندي. راح ننزل الفريكة، رح احط عليها شوية ماجي ليعطيها نكهة كثير طيبة. راح ننزل عليها المي. خلينا نعمل سلطة الروكا مع التمر. أول شيء بنحط جرجير، بنضيف عليها الرمان، حبات من التمر مع الجوز. ننتقل للمرحلة الثانية، نعمل الصوص طار. نضيف عليها العسل، شوي من دبس الرمان، شوي من الملح، عصرة حامض، بالإضافة لزيت الزيتون. نحركهم. هذا الصوص عندنا اكتمل. راح ننزل عليها الصوص، نحركهم. نعمل حلاوة الرز الفلسطينية. بنضيف أول شيء الحليب تقريبا 1 لتر، عليه تقريبا 200 غرام من الرز بحبة بسيلة لحد ما يستوي الرز. ما بنضيف عليها السكر عشان ما يلزق بقاع التنجان. بنحركها شوي صغيرة. احنا ما حطينا السكر اولها عشان اذا حطينا السكر مع الرز راح ينحرق. اول شيء بنسكر الرز بننزل عليه السكر، بعدين بننزل المستكة نكهة طيبة وشوية ماء زهر
رح نضيف عليها النشا. يعني بعد ما ذوبنا النشا شيف عم نضيف فوق رز بحليب. عندنا البصل استوى والدجاج استوى. بناخذ الدجاج بنحطه على البصل بتطبخوا مع بعض عشان ياخذ النكهه. مثل ما شايفين الدجاج عم يدخل جوا الخلطه تاعت السماق، ما شاء الله ريحه كثير حلوه، عم تعيشك بجو فلسطيني بامتياز. الدجاج عم بتطبخ معنا مع البصل والبهارات والسماق وزيت الزيتون. مثل ما شايفين الدجاج كيف تحمرت عنا بالسماق، اخذ نكهه الزيت الزيتون. رح ناخذ البصل المطبوخ لحتى يعطيها نكهه كثير طيبه للدجاج من تتحمر بالفرن. طبعا على ايام اجدادنا ما كانوا يعملوا مسخن هيك، كانوا يمسكوا الخبزه يحطوها بالزيت نفسه. حلو. من اجمل الاكلات اللي انا بسمعها من ايام زمان هي المسخن الفلسطيني. الكل بيرغبها هاي. يعني معلومه كثير حلوه، بدل ما نحط الدجاج فوق الخبز والسماق عم نحطه على الطرف حتى يكون عندنا الخبز مع السماق محمص بشكل الصحيح. ما حطينا لازم نرش شويه سماق عشان يتحمص. فهمتي؟ شايفين على هذا المنظر؟ شيف عم نستعمل اليوم فرن جورينجر ايطالي، شوف المسخن الفلسطيني كيف حيطلع معنا. رح نحطه ومد. عم نضيف الدجاج على الخبز المسخن. نضيف عليه المكسرات. الفريكة مع لحم الخروف. ونضيف طبق السلطة هون. رح نضيف عليها الصوص على الوجه. دبس الرمان. السلطة عنا جاهزة. حطهم بالكيسة. طلع ريحة المي زهر بقلبها مع المستكي. سفرتنا هنية اليوم من المطبخ الفلسطيني. شيف بدي اياك تذوق شوربة الفريكة والمسخن وتعطيني رأيك فيهم. عاشت ايدك. اول شي انا من عشاق الفريكة مع لحم الغنم. شوف نزيه انا بدي اطعميه. حبيب قلبي. يعني يا جماعة الخير ما فيني اوصف لكم بصراحة مع شوية يعني هاي السفرة رهيبة. شيء مختلف، يعني تحس حالك كأنك عايش بفلسطين بهالطعم بهالنكهة هيك. عاشت ايدك شيف. صحتين والف عافية. لكل متابعينا بتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. اليوم كنا بالمطبخ الفلسطيني مع الشيف هاني. شكرا لك شيف، حبيبي نورت من الاستوديو.